عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم يا ربي تكون كلها على خير وبخير. اليوم بدلنا شويه البلاصه باش ما يطلع لكم السطال من الفراس. المهم اليوم فيديو جديده. كيف ما كتشوفوا جالسه، ملي كنكون جالسه كنكون غادي نهضر. قررت صراحه، شفت بزاف ديال اليوتيوبرز داروا واحد القضيه وتحمست انا بغيت نديرها. منها تعرفوا عليا اكثر، ومنها تعرفوا نتوما مع من شكون هي السيده اللي كتبعوا. بحال هكا يعني مره نديرو بحال هاد لي فيديو باش نتعرفوا اكثر. اول حاجه غادي نطلب منك الا كنتي اول مره كتشوفي لاشين ديالي، ما تنسيش تضغطي على سبسكرايب وتكوني وحده من لا فامي. المهم البنات، انا صراحه حيت بديت كنقلب على الحقائق اللي عندي لقيت عندي بزاف، فاختاريت تقريبا واحد 30 حقيقه اللي غادي نقولها لكم على بركه الله. اول حاجه الاسم ديالي حسنه، السن عندي دابا تقريبا 23 سنه، عندي البنات 5 ديال خوتي ماشي دراري كاينه 4 البنات ودري واحد. انا اخر العنقود البنات، يعني انا هي الصغيره في الدار كامله. عندي خاي هو الكبير وانا هي الصغيره، والترتيب الباقي كل واحد يشد بلاصتو تزاديت في ميدلت، هي واحد المدينه اللي معروفه دابا بالتفاح ومعروفه بالثلج، يعني جوج ديال الحوايج. ولكن اغلبيه الحوايج معروفه، زعما اغلبيه حاجه معروفه بها ميدلت هي التفاح والمعادن، يعني دوك الحجر ما عرفتش كيقولوا اليوم، ولكن المهم هذاك الحجر كيبقاو يحفروا كيجبدوه، هي هذه. دونك كبرت في ميدلت، تزاديت في ميدلت، قريت الابتدائي في ميدلت. وتحيه لكاع البنات اللي قراو معايا في الابتدائي في بنو زيدون، واحد المدرسه اللي زوينه صراحه، كانوا فيها اساتذه غزالين الله يعمر ليهم الدار. ما شفنا منهم صراحه غير الخير والاحسان. و ميم طون قريت في مولاي يوسف، يعني الاعدادي قريت في اعداديه مولاي يوسف في ميدلت. قريت بيت السابع والنصف الثامنه، ومن بعد انتقلنا الى سلا. علاش انتقلت لسلا؟ حيت دابا هذه الحقيقه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة تقريبا. علاش انتقلت لسلا؟ بحكم العمل ديال الاب ديالي. لاننا فاش كنا في ميدلت ما كناش عايشين مع بابانا، حيت كان كيتنقل بزاف. فاش استقر في الرباط، يعني العمل ديالو استقر في الرباط، حنا جينا واستقرينا معاه. خمسة. سادسا، الحاجه اللي ديجا قلتها وغادي نعاود، انني انا كوشيه، يعني عسريه، كلشي عندي عسري. جميع الحوايج اللي كتخيلوا البنات عسري عندي. موس عسري باش كنقطع الماكله وباش كنشقى دابا في داري عندي بالكوشيه. كندير كلشي بالكوشيه، لدرجه ان مثلا حماتي اللي كانت واقفه حدايا ولا ماما كيبقاو يقولوا لي لا لا غير حطيها حنا نقطعو بحال كيخافوا. علاش انا كوشي؟ لان الجد ديالي كوشي كان، يعني كوشي ديال بصح. عياو معايا الدار ما يحزموا يدي من اللور، ديك العادات الخايبه يضربوك يغوتوا عليك، ولكن لا حياه لمن تنادي. وكاين دابا الابن العم ديالي، ولد عمي ولدو حتى هو كلشي مسكين محنوا معاه، ولكن ما كاين والو، باقي الدري كلشي والغريبه البنات في الامر انه ما كنقدرش نفرق ما بين اليسر واليمين. وتخيلوا البنات معايا فاش كنكون، حيت انا كنكتب بالكوشيه. واحد الموقف كان وقع ليا فاش كنت كندوز البيرمي. راكم عارفين الفيراج على اليمين الفيراج على اليسار، عرفتي، وفرامون تخربقت بزاف. وكان من بين هذوك الاسئله اللي ما جاوبتش عليهم في البيرمي اللي حيدوا لي 3 النقاط. انا واحد الانسان اللي صراحه كنحماق على شي حاجه سميتها الكوزينه، وغادي تكونوا شفتوها في الفيديو ديالي، وتيعجبني فريمون نطيب اي حاجه. ولكن كاين شي حوايج كنطيبهم ما كناكلهمش. مثلا نطيب ديك التقليه ما كناكلهاش. كنت ما كناكلش البلفاف، مي دابا رجعت كناكلو، يعني تقريبا هذه واحد العامين ولا 3 سنين وانا عاد رجعت كناكل بلفاف. ولكن كنحماق على كاع الماكل. شي وحدين اللي ما كيعجبونيش بزاف. الحاجه الوحيده اللي كتحمقني في الخضره كامله هي البطاطا بجميع انواعها وكيف ما طابت. ولكن المشكله محيدينها دابا معليش. عندي واحد الفوبيا خطيره، وهاد الفوبيا اللي كنتشاركها انا والزوج ديالي هي سراق الزيت. فريمون البنات، الناس كتشوف سراق الزيت كتغوت، كتشوف سراق الزيت ما عرفتش كدير. انا كنشوف سراق الزيت كنخرج من الدار، لدرجه انني فاش جيت سكنت لهاد الدار هادي اول حاجه تلاقيتها هي سراق الزيت. ما نكذبش عليكم البنات، فريمون واحد الخلعه. ما نعستش هذيك الليله. وفاش مشيت للشمال، مع تحياتي ناس الشمال معروفه عندهم سراق الزيت، فما كنعش الليلات الاولين كاع ما كنعس.
وعندي فوبيا واحده اخرى من واحد الحيوانات صراحه هما اليفه، ولكن انا ما كنحملهمش. ماشي ما عندي فوبيا منهم، الا كانوا هما في الدار خاصني انا ما نكونش، هما القطوط. ما كيعجبونيش القطوطه. وكان واحد جيراننا الله يذكرهم باخر كانوا مربين حرام ديال القطوطه، وكانوا بغاو ممرضيني، ما كنتش كنخرج كاع نلعب بسبب هذوك القطوطه. اكثر وقت ما كيعجبنيش في العام كامله هي عيد ميلادي. فاش كنت كنقرا، كنت مازال صغيره، دابا زعما كنحس براسي شرفت. فاش كنت مازال صغيره كنت كنقرا ديك 16 15، كان كيعجبك الحال تكبري راسك، وكان كيعجبك الحال تقولي زعما ماشي تقولي لاج ديالك، تقول تفرحي بلانيفرسير ديالك، عائلتك يفرحوا ليك ويديروا لك هكا واحد الحفيله. دابا ما كيعجبنيش ندير حفلات ديال عيد الميلاد، لدرجه انني فاش شفتو كاع في الفيديو الاخر يعني كان عادي، حفيله بسيطه وصافي. اكثر وقت كيعجبني في العام كامل هو رمضان، فريمون تيعجبني بزاف. ما عرفتش واحد الشعور سبحان الله العظيم كيكون مختلف على كاع الشهوره. كتحسي بالناس فريمون فرحانه وعجبها الحال، وتنتي فرحانه، وداك ليفينمون كيخلي فيه واحد التاثير زوين. ما كنكرهش انه ما يمشي زعما يبقى العام كامل. عندي قدره ديال الفلوس، نتحكم في الاقتصاد، اولا نحاول ما نشريش وما نخسرش غير الضروره بالنسبه للناس اللي معايا. بالنسبه ملي كيكونوا عندي فلوس ديالي انا مثلا فاش كنت خدامه ولا هادي ولا هادي ولا يعني الفلوس اللي كيعطيني مثلا راجلي ديالي، ما نتكيش عليهم البنات، نمشي لاي واحد ما عنديش مشكل نخسر، ما يبقاوش عندي كيضروني في راسي خصني نخسرهم. هذه زعما واحد النقطه خايبه. كنموت على شي حاجه سميتها السفر، كنحماق على شي حاجه سميتها السفر. يعني فريمون كون كانوا عندي امكانيات اكثر ما نكرهش، ما نبقاش جالسه في الدار، نبقى غير كنسافر. كيعجبني نسافر بزاف 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 البنات. المهم انا ما عرفتش راسي اين حقيقه وصلت، ولكن غادي نبقى نقول حتى نحس براسي قلت كاع الحقائق. عندي البنات واحد المشكل اللي هو راسي قاصح بزاف، وإلا درت شي حاجه في بالي ما يمكنش بحال كندير تحدي. عرفتي شنو هي تحدي؟ مع راسي انني هذيك الحاجه خصني نوصل ليها، وهذيك الحاجه خصني نديرها. فانا عنيده جدا وافتخر. اللي بغي نقول لكم البنات، انا خاله وعمه. خاله الايه وبدر الدين وسلسبيل، وعمه الامين وضحى وريان. اكثر حاجه كتعجبني هي الاعمال اليدويه. كنتسطى على شي حاجه نكون انا اللي مصايباها بيديا، واخا ما تصدقش، واخا كيف ما نوريكم. ها نتوما شوفوا هنا واحد الدقه، وهنا هذا مسمار نخليه هنايا، وهنايا تجرحت بواحد الموس. ولكن المهم ما عنديش مشكل، المهم هي انني نكون خدمت هذيك الحاجه ودرتها وعجبتني. تغيرت حياتي في 5 اني 5 6 اني اللي هو اولى بكالوريا، بسبب الوفاه ديال واحد الصديقه ديالي الله يرحمها ويوسع عليها. كانت تبدلات حياه بزاف ديال الناس، ماشي غير حياتي، ولكن حنا جوج ديال الاشخاص اللي تبدلات حياتنا فريمون من بعد هاد الوفاه ديال الصديقه ديالنا. خلات لنا واحد الاثر كبير، وفريمون بحال انا مرضت شي شويه. مهم تغيرات حياتي بزاف في هاد النقطه هذه. انا البنات واحد السيده برواله، كنهضر ماشي كنهضر دابا مثلا، دابا الا قال لي شي حد شي حاجه ما بغاش نقولها خاصو يوصيني. يقول لي ما تقوليش هذيك الحاجه، ما غنقولهاش. ما قالش لي عرفوا راسك رب العالمين ساق الخبر. كلشي ساق الخبر. واحد السيده ما كنقدرش نسكت، كيدارني فمي. كنت مشاغبه لواحد الدرجه ما كتصورش. فاش كنت في الابتدائي، عرفتي الا ما جبتش التبريه، كيف كيقولوا التبريه، الا ما جبتش التبريه لدارنا داك النهار ما كنكونش ترونكيل. ضروري 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 نجيب التبريه للدار، ضروري نجيب ندابسه. دابس في الزنقه جاو الناس كيتبراو. ما كنتش كناكل لاصه، كنت كناكل لاصه. ولكن كنت فريمون مشاغبه. الله يسمح لهم كاع دوك الناس اللي دابست معاهم، كنقول لهم سمحوا لي من برا، كنت مازال صغيره. عندي واحد الشخصيه البنات قويه، قويه فريمون قويه بزاف. ابار العناد، ابار اني زعما الا درت واحد راسي قاصح، ولكن فريمون شخصيتي قويه. ما كيف ما كيقول لك ما كيهدنيش الريح. شخصيتي فريمون قويه. شنو هو الحلم ديالي ملي كنت صغيره، زعما كنت راسي نكبر، شنو كنت باغا نكون؟
كنت باغا نكون مهندسه فلاحيه، كنت كنتسطى على شي حاجه سميتها مهندسه فلاحيه، لدرجه ان واحد زوجة العم ديال زوج اختي مهندسه، وفريمون كان كيعجبني نعرف شنو كدير، يعني فهمتي كان داك حب الفضول في هذيك المهنه، ولكن للاسف ما كملش الله. اكثر حاجه كتخلعني البنات، وفريمون كتخلعني، الا قلت كتخلعني هي صونري التليفون. ما عرفتش علاش، غير كيصوني التليفون، وبالاكثر يصون عليا الصباح ولا يصون عليا بالليل. دارنا عارفين هاد القضيه ما يصونوش عليا في هاد الاوقات نهائيا، ولكن الناس اللي ما عارفينش يعني ما يمكنش تقول لي مرا كنتخلع. انا واحد السيده اللي كنتخلع بزاف من الصونيت ديال التليفون، اون فوا كيصوني كنحس بقلبي تزير عليا وكيضرني، ما فهمتش علاش. المعلومه الاخرى البنات اللي هي انني انا كناكل ضفاري كيف ما كتشوفوا، ما كنخليش ما ديما يديا ديما، لدرجه ان البنات كيلاحظوا الصباغه كطير لي كحسنا مسحي غير ديك الصباغه راه كنكون درتها غير بشي 5 دقائق البنات وكنصور مثلا، ف انا راه غادا كنحيد فيها بسناني، يعني ما كنحتاجش المواد ديال الصباغه. فهذه عندي مشكل كبير في هذا، واخا كيقول فيهم التسمم درت الحار ما خليت ما درت، ولكن مازال ما عنديش ديك الرغبه انني زعما نحيد ديك العاده الخايبه. اكره الناس ماشي كنحتقرهم، وانما كنبغيهمش يكونوا في حياتي، هما الناس المنافقين. ميساج وصل. الناس اللي كينافقوني في وجهي اولا كينافقوني مورا ظهري اولا انا سبحان الله يعني ملي كنعرف كنحس ما تديوش على هاد اليد مصبوغه وهاد اليد ما مصبوغاش، فكنحس بالواحد اللي كينافقني في وجهي، كنحس بها، كنحس يعني سبحان الله عندنا واحد الاحساس، راه كتحس كل واحد فينا كيحس ان واحد الشخص كينافقو، انا كنحس دغيا بداك الشخص اللي كينافقني ولا مش ولا ديك المجامله المفرطه ولا كنحس بها، يعني عندي واحد الاحساس كبير انني نعرف واحد كينافقني ولا كيهضر معايا بصح. اكثر بلاصه كتعجبني البنات ما كنكرهش ان زعما هكا في عطل ولا شي حاجه نمشي ليها عندكم البنات البحر، كنحماق على شي حاجه سميتها البحر، واخا غنبقى جالسه قبالته ونبقى نسمع دوك الماج وانا بخير، ولا هادشي بالنسبه للصيف. اما في الشتا كيعجبني بزاف نمشي لبلايص اللي فيهم الطبيعه، يعني اللي فيهم لا ناتور، كتحمقني ديك البلاصه فريمون، كنتسطى نمشي لهاد البلايص هادو. كنموت البنات على شي حاجه سميتها القهوه، كنتسطى عليها، يعني فريمون كنحماق عليها لدرجه ان الزوج ديالي ما بغاش يشري ليا آلة القهوه، قالت لي غادي يجيك الادمان ولكن حدايا واحد القهوه كنصيفطو يجيب لي قهوه. كنتسطى على شي حاجه سميتها القهوه. المهم انا كتعجبني هي كتسطيني، خاصني نشرب القهوه ضروري في النهار. عندي واحد المشكل دغيا كنبكي، يعني لقيت كنازه نبكي، شي حد كيبكي نبكي، عنده شي مشكل نبكي، فريمون عرفتي دموع كيقول لك دموعك في الشفار هي انا. وقعت شي حاجه بسيطه كتاثر فيا فريمون كنبكي، يعني عندي هاد البروبليم هذا ديال البكا، زعما شي حاجه انكرويابل. وفريمون البنات انا واحد الانسانه بقوتها وما عطاها الله، فواحد الانسانه حساسه، واخا ما كنبغيش نبين هاد القضيه هادي، ولكن انا واحد الانسانه شويه زايده مغزى في الاحساس، كان دغيا كنشد كلشي بواحد ما تكونش كيقولها كنخدم بالعاطفه اكثر ما كنخدم بعقلي، يعني كنسبق العاطفه قبل ما كنسبق عقلي. الاكله اللي كليتها وما كنتش عارفه انني كليتها، فالمشكله بنات كليت الجراد. تعرفوا شنو هو الجراد؟ كليتو. كان بابا واحد النهار دار الورزازات، تحيه ليك بابا من هذا المنبر، دار الورزازات، كان دار واحد لاكسيدون تما، ومشينا للورزازات اللي عنده، وواحد صحابو يعني صيدوا هما الجراد ولا ما نعرف منين جابوا وشواوه، وحنا كلينا كالحماق، فكلينا كنكتشفوا اننا كلينا الجراد، واخا صراحه ديكولاس. المهم معليش. اكثر الالوان المفضله عندي ولا غتكونوا كتشوفوني كنلبسهم بزاف عندي، كيحمقني البلوغوا، كنتسطى على شي حاجه سميتها البلوغوا، وكنتسطى على شي حاجه سميتها الكحل، وكنتسطى على شي حاجه سميتها الكري. ما عرفتش هاد الالوان هادو بزاف لدرجه انني باغا نقلب ونشقلب في داري بهاد الالوان. المشكل الوحيد اللي كان عندي في الاول فاش بديت يوتيوب هو المونتاج، وكان الزوج ديالي هو اللي كيدير لي المونتاج ماشي انا، ولكن دابا الحمد لله رجعت انا كندير المونتاج. المهم ما عنديش البنات مع شي حاجه سميتها النعاس. يعني دابا مثلا نقدر نبقى سهرانه حتى 3 الصباح، نوض مع 7 نورمال،
ما عنديش مشكل. ما كنقدرش نبقى ناعسه بزاف، كنحس بجنابي كيضرني، كنحس بظهري كيضرني، المهم ما كنقدرش نعس، ما كنقدرش نبقى ناعسه فوت من واحد الوقت. فهادو هما الحقائق ليا. نتمنى نكون وصلت لكم شي حوايج ما كنتوش عارفينهم، ونتمنى البنات تكون قربتكم ليا اكثر. تهلاو ليا في راسكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. بوسه كبيره لكم، كنحماق عليكم. حتى لا فيديو الجاي، سلام.